بعد انتظار طويل واخيرا نزل الموسم الثالث من الاسطوره وان بانش مان. لكن قبل ما نغوص في الاحداث الجديده لازم نفتكر من البدايه ازاي بدأ كل شيء، ازاي ظهر الراجل اللي بيهزم اي عدو حرفيا بلكمه واحده بس. النهارده عاوزكم تشدوا الحزامه وتستعدوا لاننا هنعيش من جديد قصه البطل الاصلع القوي الاعظم في التاريخ كله من البدايه لحد اخر لحظه في الموسم الثاني، عشان بعد كده اعمل لكم الموسم الثالث وتستمتعوا بكل لحظه فيه وتبقوا فاهمين اللي بيحصل. ده ملخص وان بانش مان الموسم الاول والثاني مع بعض. فرحت مسلياتك اللذيذه لان الضربه دي هتكون اقوى لكمه شفتها في حياتك. بيبدا الانمي بتاعنا في كوكب الارض، ولسبب ما بدا وحوش وكائنات غريبه يهاجموا الكوكب كل شويه، والكوكب كان بيتصدى للكائنات دي من خلال البشر اللي بقى اقوياء وبقى ابطال خارقين. واللي قدامكم ده واحد من الوحوش واسمه رجل التحصين، وكان بيهجم على الكوكب. فبيروح له بطل خارق اسمه سايتاما وبينقذ طفله الوحش كان هيقتلها. ولما الوحش ده كبر سايتاما بيقضي عليه بلكمه واحده، وكان عمال يقول لنفسه معقول قضيت عليه بالسرعه دي، الملل ده. وبعد كده سايتاما بيرجع بالذاكره بتاعته 3 سنين لورا لما كان لسه ضعيف وكان لسه عنده شعر وكان مكتئب وعاطل. وفي يوم بيقابل وحش وهو ماشي اسمه الرجل السلطعون، وساعتها الوحش قايل له انت حزين زيي فمش هقتلك، زائد كمان اللي انا بدور على ولد وواقح جدا دقنه كبيره وده عشان اقتله عشان هو رسم على جسمي وانا نايم. فسايتاما بيمشي بس هو ماشي بيلاقي الولد اللي دقنه كبيره، ولما الوحش جاي يهجم عليه سايتاما انقذه وقام قال للوحش انا زمان وانا صغير كان نفسي ابقى بطل وانقذ الناس، تعالى واجهني. وفعلا الوحش قعد يضرب فيه بس سايتاما بالجرافته بتاعته مسك عينيه واقتلعها وقضى عليه. ومن بعدها بقى بينهك نفسه في التدريب لحد لما شعره وقع وبقى اصلع وبقى قوي جدا. وساعتها سايتاما بيرجع للحاضر وبيقول انا بقيت بطل خارق زي ما كنت عاوز، بس هو انا ليه دايما حاسس بالملل؟ بس فجأة وهو بيكلم نفسه ظهر كائن عملاق بيدمر المدن، وبنعرف ان العملاق ده كان بشري واخوه الكبير هو اللي اداله ترياق وحوله العملاق، واخوه كان جاي معاه واقف على كتفه. فسايتاما بيطلع وقام واقف على كتفه التاني، بس ساعتها العملاق بيغلط وبدل ما يقتل سايتاما قتل اخوه، وده اللي خلاه يغضب جدا وقعد يهجم على سايتاما. بس سايتاما بيقدر يقضي عليه بلكمه واحده بس، وقام قايل لنفسه القوه ممله جدا. ولما الليل بيجي سايتاما بيمشي في المدينه بتاعته اللي اسمها المدينه زد، وبيقول جوه نفسه انا دلوقتي بملك القوه بس ما عدتش بحس بالاحاسيس التانيه زي الخوف والتوتر والحب، كل حاجه بقيت بنهيها بلكمه واحده. وبعد كده سايتاما بيرجع البيت، وبعد كام يوم بيحصل هجوم من سرب بعوض على المدينه زد بتاعت سايتاما. وسايتاما لانه بيكره البعوض قعد في بيته وكان بيلاحق اي بعوضه بتدخل عنده، والبعوض كان بيمتص دماء الناس والحيوانات وبيودوها لكائنه غريبه هي اللي بتحركهم واسمها سيده البعوض، وده لان الدم بيقويها. بس بيجي لها واحد اسمه جينوس وقام قايل لها انا عارف ان انت قائده البعوض ده وانا هقتلك. وجينوس ده جسده كان عباره عن الات وبيقدر يخرج طاقه ونار من جسده، وضرب البعوض بالنار ضربه واحده وقضى على جزء منه، وقام داخل في مواجهه مع سيده البعوض وكان سريع جدا بس هي بتقدر تتفادى الهجوم بتاعه وهجمت عليه وقطعت ايده. بس جينوس بيقطع رجلها الاتنين، فسيده البعوض بتنشر كم كبير جدا من البعوض في المدينه، وده عشان يمتصوا دماء جديده ويزودوها بالقوه. وفي الوقت ده جينوس بيلاقي سايتاما جاي وراه بيجري ورا بعوضه بصعق الحشرات وما كانش يعرفه. وفي الوقت ده جينوس بيضرب البعوض كله وبيفجرهم كلهم، وسايتاما هدومه كلها اتقطعت بعد الهجوم ده. وجينوس لما لقى لسه واقف استغرب ان لسه عايش ونجا من الهجوم، بس سيده البعوض لسه ما ماتتش وجت تاني وكانت اقوى بكتير وقعدت تضرب في جينوس وتدمر جسده. فجينوس قال في دماغه هي بقت قويه جدا انا مش هقدر انتصر عليها، لازم ادمر جسدي ذاتيا عشان اقدر اقتلها. بس بضربه واحده بس سايتاما بيقضي عليها بكل سهوله، وده اللي خلى جينوس يتفاجأ وقام قال لسايتاما انا عاوز ابقى التلميذ بتاعك. وفعلا بعد اسبوع بيروح له البيت وقام قال له انا اسمي جينوس وجسدي آلي بقدر اصلحه بقطع غيار، انا عندي 19 سنه وانا شبه آلي مش آلي كامل، وده لاني من 4 سنين كنت انسان عادي زيك وكنت عايش مع اهلي حياه سعيده لحد لما جه واحد شبه آلي مجنون دمر مدينتي كلها، وانا الوحيد اللي نجيت من اهلي وما بقاش في حد معايا لحد لما لقيت عالم اسمه الدكتور كيسانو هو اللي خلاني آلي بعد ما طلبت منه ده، ووعدته ان في يوم هقضي على الشبه آلي اللي دمر المدينه بتاعتي. انا بنتقل دلوقتي بين المدن وبقضي على الوحوش والمجرمين لحد لما الاقي الشبه آلي اللي بدور عليه، انا عاوزك تدربني وتخليني قوي زيك. فسايتاما قال له انا عندي 25 سنه اعتقد انك هتبقى اقوى مني بكتير وفي وقت اقل. بس هم بيتكلموا هجم عليهم مجموعه وحوش وكان معاهم شبه آلي اسمه الغوريلا المدرعه، فجينوس بيشتبك معاه وبدا يقتله. اما سايتاما فبيتصدى لبقيه الوحوش وكان معاهم وحش قوي اسمه ملك الوحوش، وقام قال لسايتاما احنا من مركز التطور وجايين عشان ناخدك معانا. وفعلا بدا يهجم على سايتاما بس سايتاما بيضربه لكمات متتاليه وفرتقه
حرفيا وقضى على بقيه الوحوش. اما جينوس فوقع الغوريلا المدرعه وقام قايل له هسالك كذا سؤال وتجاوبني بسرعه. انت من 4 سنين رحت المدينه وهجمت عليها ودمرتها؟ فالغوريلا بيقول له لا. فجينوس بيقول له طب هو ايه مركز التطور ده؟ فالغوريلا بيقول له زمان كان في عالم عبقري كان عاوز يطور الانسان اصطناعيا بس مفيش اي حد دعمه، وفضل يعمل تجارب لوحده لحد لما كبر وبقى عنده 70 سنه، وقدر ينجح في تجاربه دي ورجع نفسه شاب واستنسخ نفسه وعمل نسخ كتير منه عشان يساعدوه. وبعد كده انشأ مركز التطور وبدأ يعمل تجارب على الحيوانات والبشر برضه. والعالم ده يبقى هو الدكتور اللي خلاني شبه آلي، هو اسمه شبه اسمك شويه، اسمه الدكتور جينوس، وهو اللي بعت سيدة البعوض هنا عشان تهجم على المدينة. ولما شاف سايتاما بيقتلها بسهولة بعتنا ليكم عشان نجيب سايتاما لانه مهتم بيه وعاوز يعمل تجارب على جسده. وساعتها جينوس وسايتاما سابوا غوريلا وراحوا لمركز التطور جاري، وده عشان يشوفوا الدكتور جينوس ويتخلصوا منه. وبيوصلوا عند مبنى مكون من 8 ادوار، وجينوس بيدمروا بضربة واحدة وبيلاقوا كابو ونزلوه. والدكتور لما عرف انهم جايين خرج اقوى وحش عنده واللي اسمه كابتو الدموي. وكابتو كان عنيف جدا لدرجة ان عور الدكتور، وبعد كده جري على جينوس وضربه وقام قال لسايتاما في غرفة قتال هنا خلينا نتقاتل فيها. وفعلا هما الاتنين بيروحوا. وساعتها جينوس هجم على كابتو بنيران وهجماته كانت سريعة جدا بس كل هجماته ما اثرتش في كابتو وقدر ان يرجعه لورا وجسده كان بيتدمر. فساعتها سايتاما بيبعده بس كابتو راح يهجم على سايتاما بس فجأة وقف وبعد وقام قايل له انت قوي جدا ازاي حصلت على القوة دي؟ وساعتها الدكتور بيجي وبيقول لسايتاما انا اسمي الدكتور جينوس وعاوز اعرف انا كمان انت ازاي حصلت على القوة دي؟ فسايتاما قال لهم بالتمارين انا فضلت اتمرن 3 سنين. فجينوس قام وقال له اكيد ده مش سر قوتك الحقيقية. وساعتها كابتو بيقول له انت كذاب واغضبتني. وكابتو بيدخل في نمط اسمه نمط المذبحة والغرفة كلها بتتحول للون الاحمر وبدأ يضرب في سايتاما لحد لما سايتاما برضه قضى عليه بضربة واحدة بس. وساعتها سايتاما كان حزين وقعد في الارض وقام قايل انا نسيت النهارده السبت المتجر اللي كان جنب بيتي عمل عروض والعروض هتفوتني. وطلع يجري هو وجينوس وكسر الحيطه ومشي عشان يلحق العروض. وتاني يوم جينوس راح لكوسينو الدكتور اللي خلاه آلي عشان يحط له قطع غيار بدل اللي اتدمرت في قتال كابتو وحكى له عن سايتاما. فكوسينو قال له انا بطور آلات جديده واخليك اقوى من سايتاما ده في يوم. وصحي سايتاما من النوم وبيشوف الاخبار فلقى عصابه اسمها صناع الجنه بيرهبوا الناس. وصناع الجنه دول لابسين بدل خارقه وكلهم صلع. فسايتاما قال انا اصلع ولازم اقضي على العصابه دي عشان الناس مش تفتكرني واحد منهم. والصناع الجنه كانوا افترقهم لمبنى رجل اعمال اسمه زينيرو وده عشان يدمروا المبنى ويقتلوه. وزينيرو كان خايف بس الحارس بتاعه اللي اسمه سونيك قال له انا هنزل اتعامل معاهم. وفعلا راح لهم وهجم عليهم وكان سريع جدا وقطع رؤوسهم كلهم ما عدا زعيمهم واللي اسمه رأس المطرقه. ورأس المطرقه هجم على سونيك بالصخور فسونيك جري وضربه بسكينه في راسه بس السكينه ما اثرتش فيه وده لان راسه صلبه. فهرب وقابل في طريقه سايتاما وقام قايل له انت اصلع زينا هو انت جاي عشان تنضم لينا؟ فسايتاما قال له لا انا بطل وبقتل المجرمين عشان اسلي نفسي وجاي هنا عشان اقتلكم. وساعتها رأس المطرقه بيهجم عليه بس سايتاما بيمسكه وكسر له البدله بتاعته وبعد كده سابه يهرب. وجاله بعد كده سونيك وقال له هو انت من صناع الجنه؟ وهجم عليه بس سايتاما كان بيصد هجومه السريع وقام قايل له انا مش واحد منهم انا البطل سايتاما. فسونيك قال له انا عمري ما سمعت عنك بس مشكلتي دلوقتي انك صديت الهجمات بتاعتي السريعه. انا نينجا سريع ومحدش بيقدر يصد هجماتي. انا همشي دلوقتي عشان اتدرب وابقى اقوى واكيد هنتقابل تاني وساعتها اقتلك. وروح سايتاما البيت وقعد مع جينوس وكان حزين جدا. فجينوس قال له مالك؟ فسايتاما قال له انا مش مشهور سونيك اللي انا قتلته ده قال لي انه مش عارفني وسكان المدينه هنا محدش منهم يعرفني بقالي 3 سنين بطل ومحدش يعرف انا مين. فجينوس قال له في منظمه اسمها منظمه الابطال انت لازم تسجل نفسك في الموقع بتاعهم عشان تنضم ليهم وتبقى بطل معروف. وفعلا الاتنين بيسجلوا نفسهم وتاني يوم راحوا الاختبار بتاع الانضمام للمنظمه وكان اختبار تحريري واختبار لياقه. وسايتاما كسر ارقام قياسيه في اختبار اللياقه بس لانه غبي معرفش يحل كويس في الاختبار التحريري. وجينوس حل كويس في الاختبار التحريري وكمان عدى في اختبار اللياقه وعمل مقابله شخصيه مع رؤساء المنظمه وجابوا له صوره لمبنى الدكتور جينوس اللي دمره وقالوا له انت اللي دمرت ده؟ فقال لهم ايوه انا اللي دمرته. وبعد ما الاختبار خلص النتيجه جت لهم وجينوس قال لسايتاما المنظمه هنا بيقسموا الابطال اللي فيها ل4 رتب سي اقل رتبه هنا واللي فوقيها بي واللي فوق البي الاي واعلى رتبه هنا بتبقى اس والرتب كمان متقسمه لدرجات. وجينوس لما فتح الملف بتاعه اتلاقى نفسه اتصنف في الرتبه اس واللي هي اعلى رتبه وده لانه خد في الاختبار 100%. بس سايتاما اتصنف في الرتبه سي ودي اقل رتبه لانه محلش كويس في الاختبار التحريري. وبعد كده بيقعدوا مع بعض في ندوه مع واحد من ابطال المنظمه واللي بيكون من الفئه ايه ولقبه سنيك وشرح لهم كل حاجه عن المنظمه وقال لهم من النهارده انتوا بقيتوا ابطال محترفين وهيبقى
ليكوا القاب زي بقيه ابطال المنظمه، وده عشان تندهوا لبعض بيها. بس هم مروحين جينوس بيقول لسايتاما المنظمه دي اتعملت من 3 سنين بس، واللي انشاها مليونير اسمه اجوني بعد ما واحد غريب انقذ حفيده من وحش هجم عليه. وسايتاما مشي وكان حزين، وده عشان هو في الرتبه سي وجينوس اللي المفروض انه تلميذه في الرتبه اس. بس ساعتها بيطلع على سنيك وبيقول له انت قوي جدا واجهني، فسايتاما ضربه ومشي. وتاني يوم بيروح مع جينوس لمكان فاضي عشان جينوس يتقاتل معاه ويتدرب. وفعلا بدأوا وجينوس قعد يهجم هجمات كتير بالنيران وكسر الارض وزود سرعته اكتر من مره، بس برضه ما كانش عارف يصيب سايتاما خالص. وسايتاما ما كانش بيهجم وكان عمال يهزر في القتال، فجينوس قال له خد القتال على محمل الجد. ففجأة بيلاقي سايتاما قدامه بسرعه كبيره وكان هيضربه ضربه تمسحه من الوجود، بس تراجع في اخر لحظه وقام قايل له يلا بينا ناكل. فجينوس بص وراه وشاف ان الجبل اتمسح من محاوله سايتاما بس انه يضربه، امال لو كان ضربه كان ايه اللي هيحصل؟ وقام قايل عمري ما هوصل لقوته. وفعلا راحوا بعد كده ياكلوا، وجالهم في المطعم واحد اسمه امايماس وكان مشهور جدا وكان بيمثل وبيغني. وقام قال لجينوس انا بطل من الرتبه ايه من الدرجه الاولى، تعالى معايا. فجينوس راح معاه واتكلموا، وامايا قال له الكل بيتكلم عنك لان اخدت شهاده الرتبه اس مع انك لسه منضم جديد، انا جيت هنا عشان ارحب بيك. ومشي اماي بعد كده، وعدت 5 ايام وجينوس بقى مقيم عند سايتاما في البيت. فجينوس قال لسايتاما على فكره هم قالوا لنا في الندوه بتاعه المنظمه ان ابطال الرتبه سي اللي زيك لازم يعملوا اي مهمه وداخله الاسبوع والا يمسحوهم من السجلات. فسايتاما اتخض وقال له مهمه ايه؟ مفيش اي وحوش عشان تصدى لهم. فجينوس قال له الرتبه سي مش بتتصدى لوحوش، هم بيعملوا مهمات بسيطه زي مثلا انهم يرجعوا شنطه مسروقه. فسايتاما احبط ونزل المدينه دور على اي حد محتاج مساعده عشان تبقى مهمه بس ما لقاش. فاهم قايل بكره اخر يوم لازم اعمل مهمه عشان ما تمسحش من سجلات المنظمه. ونزل تاني يوم برضه والمدينه كانت هاديه ومحدش كان محتاج له مساعده لحد لما جاله سونيك وقال له انا لازم اقاتلك تاني. وبدا سونيك يهجم على سايتاما بالسيف بتاعه، فسايتاما كسره بسنانه. وسونيك كان عمال يخوف الناس، فسايتاما قال له انا مش فاضي دلوقتي يا ريت تمشي، انا لازم اقضي على حد شرير واعمل مهمه. فسايتاما كان هيمشي ويسيبه بس وقف وقال طب ما سونيك شرير، وجه من وراه وضربه ووقعه. ومنظمه الابطال عرفوا اللي حصل وما مسحوهوش من السجلات، واجتمعوا بعد كده لان جالهم تقرير ان المنطقه زد بيظهر منها وحوش خطيره. فبعتوا لهناك بطلين من الرتبه ايه، واحد اللقب بتاع ذو الشارب الملفوف والتاني اللقب بتاع الكره الذهبيه. ولما دخلوا المنطقه المهجوره طلع عليهم وحش خطير، فالكره الذهبيه ضرب عليهم رصاصه بس صدها ومسكه ورماه. وذو الشارب خرج السيف بتاعه وبدا يهجم بس ما كانش قادر على الوحش، وبعد شويه وقع هو كمان. وبالصدفه سايتاما كان معدي من المنطقه بعد ما جاب حاجات من السوق ولقى الوحش عنده طحالب على راسه، فقال في دماغه انا نسيت اجيب الطحالب من السوق، فقتل الوحش وخد الطحالب. ومحدش عرف ان هو اللي عمل كده ولا حتى المنظمه. وبعد كام يوم كان في نيزك هيسقط على الكوكب وهيدمر المدينه زد. فمنظمه الابطال من مقرهم الرئيسي اللي في المدينه ايه كلموا كل اللي من الرتبه اس عشان يتعاملوا مع الموقف. وجينوس راح مقر المنظمه الاحتياطي اللي في المدينه زد وقابل هناك بطل اسمه بانج. وبانج رتبته كانت اس من الدرجه الثالثه ولقبه ذو الناب الفضي. وقال لجينوس الخطر بتاع النيزك ده من مستوى تنين، وكان فاضل 25 دقيقه والنيزك يصطدم بالمدينه زد. فجينوس خرج سلاح معاه اسمه المدفع الخارق واستعد، بس جاله بطل تاني وهو برضه من الرتبه واسمه بوفي ولقبه الفرس المعدني. وقال لجينوس اللي قدامك ده آلي وبقدر اتحكم فيه عن بعد، انا بعيد عن هنا وجاي اختبر الاسلحه بتاعتي مع النيزك، انا مش جاي انقذ المدينه. وضرب بوفي النيزك بمجموعه صواريخ بس ما اثرتش فيه، فجينوس بيخرج كل الطاقه والقوه اللي فيه وضرب النيزك وبرضه ما عرفش ياثر فيه. وكان فاضل 9 ثواني والنيزك يقع على المدينه، فجه سايتاما وطار لفوق وضرب النيزك وفتته وانقذ المدينه. وبانج ما كانش مصدق اللي شايفه بعينيه، بس الفتات بتاع النيزك وقع على المدينه ودمر مباني كتير. وبعد الحادثه سايتاما اترقى من الدرجه 342 من الدرجه سي للدرجه الخامسه في الرتبه سي برضه. وساعتها سايتاما بيسال جينوس وبيقول له هو الخطر له مستويات؟ فجينوس قال له وله اسماء كمان، يعني مثلا الخطر من مستوى نمر ده بيعمل خسائر هائله في الارواح، والخطر من مستوى شيطان بيبقى خطر هيشل حركه المدينه كلها، اما الخطر من المستوى تنين بيبقى خطر هيدمر مدن زي النيزك اللي كان جاي من شويه، واخر خطر اسمه مستوى الملك وده خطر ممكن يمحو البشريه. وشويه وسايتاما نزل الشارع ولقى كل سكان المدينه بيهتفوا ضده، وده لان بيتهم اتهدد من فتات النيزك. وجه 2 من ابطال الرتبه سي وقالوا له انت ازاي توصل للدرجه الخامسه في الرتبه سي بالسرعه دي؟ انت اكيد غشاش. ونزلوا يقتلوه فضربهم بسهوله وقال للناس انا انقذت المدينه من دمار النيزك، لوموا النيزك مش تلوموني انا. وشويه وجه جينوس وخده ومشى، وجينوس قال له انت محدش مقدرك بس انا هفضل اتعلم منك. وتاني يوم بيظهر في المدينه وحش براس اخطبوط وقام قايل انا من عشيره اهل البحر، لكن سايتاما وبلاكما واحده بس قضى عليه وترقى بعد كده للدرجه الثانيه في
الرتبة سي، وبدأ بطل من الرتبة سي اسمه موميني يتابع سايتاما، بس ظهرت وحوش تانية من عشيرة أهل البحر في المدينة جي، فراح بطل من الرتبة ايه لقبه ذو اللدغة وهجم عليهم وقتل شوية منهم، وبعد كده جاله الملك بتاع عشيرة أهل البحر وقام مسكه وهزمه. ومنظمة الأبطال قالت إن مستوى الخطر بقى شطان في المدينة جي، فنزل جينوس وسايتاما عشان يروحوا هناك، وافترقوا في الطريق عشان جينوس يوصل أسرع، ومومن هو كمان كان رايح على هناك وده بالدراجة بتاعته. أما ملك عشيرة أهل البحر كان عمال يمشي في المدينة جي بعد ما كل الناس أخلوها، وهجم على بطل من الرتبة ايه اسمه ماكس الصاعق وضربه ووداه المبنى تاني، فماكس قام وهجم عليه بضربة صاعقة بس ما أثرتش فيه والملك رماه. فبيجي بطل من الرتبة اس لقبه السجين وقام ماسك ماكس وقال له أنا مسجون ولسه هربان دلوقتي ومعايا سونيك، وسونيك هو كمان كان مسجون بعد اللي عمله في المدينة زد ساعة لما هجم على سايتاما، وراح الملك وهجم على السجين وضربه، فالسجين ضربه هو كمان وبعده وقلع هدومه وضرب الملك ضربات مركبة كتيرة، بس الملك مش بيتأثر وقعد يضرب فيه وطيره المبنى بعيد، ووقف قدام سونيك وقال له أنا ملك قاع البحار، وهجم عليه فسونيك تفاداه، فبسرعة كبيرة نزل عليه بضربة اسمها ساق سيف الرياح وبدأ يتحرك بسرعة كبيرة ويضربه، بس فجأة الملك بقى أسرع وأقوى وشكله اتغير وبقى بيلاحق سونيك، فسونيك ساب هدومه للملك وهرب منه. وجينوس كان وصل للمدينة جي، وسايتاما هو كمان وصل ولقى موميني وركب معاه الدراجة بتاعته، وهم ماشيين سايتاما بيشوف سونيك بيجري فنزل من الدراجة، ومومن كمل لوحده ووقع منه الموبايل بتاعه. ولما منظمة الأبطال اتصلت بيه سايتاما هو اللي رد وقال لهم أنا في المكان دلوقتي وهروح أنقذ الناس. فالمنظمة لما شافوا السجل بتاعه وافقوا إن هو اللي يروح، بس الملك في الوقت ده كان داخل المكان اللي سكان المدينة مستخبين فيه، فبيجي له سنيك ومعاه 3 أبطال من الرتبة سي، لكن الملك ضربهم بسهولة ووصل جينوس عنده واشتبك معه وضربه وكسر بيه المكان، لكن الملك رجع له تاني ودمر دراعه وضربه، فجينوس قال للناس اهربوا بسرعة ودخل في مواجهة مع الملك وقعدوا هما الاتنين يضربوا في بعض، وجينوس كان كل شوية بيضربه بالمدفع الآلي بتاعه لحد لما الملك قام وحدف كرة حمضية على بنت، فجينوس راح أنقذها واتصاب هو والآلات اللي في جسده بدأت تسيح، فالملك ضربه ووقعه ووصل مومن وهجم على الملك، فالملك مسكه وقعد يضربه في الأرض ومومن ما استسلمش وقام تاني وقال أنا ضعيف بس ههزمك، والناس بدأت تشجعه وهجم تاني فالملك ضربه تاني. وفي الوقت ده سايتاما كان وصل ومسكه، وسكان المدينة قالوا الأصلع ده من الرتبة سي وأكيد هيخسر، الرتبة سي كلهم مبتدئين، وسايتاما قال للملك يلا نخلص عشان الدنيا بتمطر وأنا عاوز أروح، وضربوا لكمة واحدة وقضى عليه وكل الناس احتفلت، بس واحد من الناس قال ده سايتاما بتاع المدينة زد، ده غشاش اترقى بسرعة في ترتيب الرتبة سي وأكيد قضى على الوحش بعد ما الوحش ضعف لما قابل كل الأبطال دول. فسايتاما قال لهم ماشي يبقى قولوا لكل الناس كده، وتاني يوم رجع هو وجينوس للمدينة زد بعد ما جينوس صلح جسده، وجالهم رسائل كتير من المعجبين، كان فيهم رسالتين بس لسايتاما، رسالة شكر من معجب ورسالة تانية من منظمة الأبطال بيبلغوا فيها إنه اترقى للدرجة الأولى في الرتبة سي، وبعد كده استدعوه وعملوا معاه مقابلة شخصية، واترقى بعدها للدرجة 101 في الرتبة بي، وهو راجع البيت قاعد ياكل في مطعم ولا جنب مومن وقعدوا يتكلموا، وفي نفس الوقت ده راح واحد من المنظمة لأماي ماسكه وقال له ده بطل جديد من الرتبة بي اسمه سايتاما الكل بيتكلم عنه، فأماي قال له أنا ما بهتمش إلا بأبطال الرتبة ايه اللي زيي أو الرتبة اس، والصبح بيظهر وحش اسمه ملك الديناصورات، فالمنظمة بعتت له بطلة اسمها تاتسوماكي، وتاتسوماكي كانت رتبتها اس من الدرجة الثانية، والوحش قال لها مش هتقدروا تهزموني غير بنيزك، فتاتسوماكي جابت نيزك من الفضاء وده لأنها بتقدر تتحكم في الأشياء عن بعد بالطاقة بتاعتها الروحية، ونزلت النيزك عليه ومات. وفي ذلك الوقت سايتاما كان مع جينوس في الوقت ده عند بانج، وبانج قال لهم دي المدرسة بتاعتي لتعليم الفنون القتالية وده أفضل تلاميذي واسمه شارانكو، أنا كان عندي هنا تلاميذ كتير وكان أقواهم واحد اسمه جارو بس اتمرد عليا فطردته، وشوية وجالهم واحد من المنظمة وقال لهم المنظمة عاوزة كل أبطال الرتبة اس، فبانج وجينوس راحوا وخدوا معاهم سايتاما مع إنه من الرتبة بي، ووصلوا مقر المنظمة وقابلوا هناك تاتسوماكي وقالت لهم جايبين معاكم واحد من الرتبة بي ليه، بس ما ردوش عليها ودخلوا الاجتماع، وسايتاما لقى في الاجتماع مجموعة أبطال الرتبة اس بكل درجاتها، وكان منهم بطل الدرجة ال15 اللي لقبه صاحب المضرب المعدني، وبطل الدرجة ال9 فارس القيادة، وبطل الدرجة ال7 الملك، وبطل الدرجة ال5 امبراطور الأطفال، والساموراي الزريب بطل الدرجة الرابعة. ودخل بعد كده الاجتماع واحد من المسؤولين اسمه شاتس وقال لهم احنا كنا بنعرف كتير من حوادث الوحوش قبل ما تحصل من خلال عرافة اسمها شيباباوا، والعرافة دي ماتت النهاردة وقبل ما تموت سابت رسالة بتقول فيها ان الارض في خطر، وفعلا شوية وبتيجي سفينة فضائية كبيرة ودمرت المدينة ايه كلها في لمح البصر، بس مقر المنظمة اللي هما كانوا فيه ما اتدمرش لانه كان محصن، ومشي سايتاما منه عشان يشوف ايه اللي بيحصل، وخرج وحش من السفينة الفضائية اسمه ميلزال
ميلزال جارد. والساموراي الذري بطل الدرجة الرابعة كان سايب المساعد بتاعه بره اللي اسمه اياي، واياي تصدى لميلزال جارد، بس ميلزال جارد كان قوي جدا وقطع دراع اياي الشمال. وميلزال جارد كان ب5 رؤوس، وده لانه بيقدر يقسم نفسه ل5 وحوش. فجه الساموراي الذري عنده، وجه كمان معاه بانجو وصاحب المضرب المعدني، والسجين انضموا ليهم هم كمان. والسجين هجم وضرب ميلزال جارد، بس ميلزال جارد كان بيقدر يجدد جسده تاني. وجينوس وتاتسوماكي قالوا للملك بطل الدرجة السابعة انت مصنف كأقوى راجل في العالم، اضرب السفينة الفضائية دي وقعها. فالملك قال لهم مش هقدر اعمل كده، وده لان السفينة عالية. وسايتاما في الوقت ده كان داخل جوه السفينة الفضائية، وكان بيقتل كل الوحوش اللي فيها ودمر منها 23%. ودخل بانج والساموراي الذري والسجين وصاحب المضرب المعدني في قتال مع ميلزال جارد، وبرضه كان بيجدد جسده بعد ما بيتصاب. فاياي قال لهم الهجمات البدنية مش هتأثر فيه. وشوية ونده لميلزال جارد من جوه السفينة الفضائية وحش تاني اسمه جرجانشوب، وقام قايل له انا في غرفة التحكم والسفينة فيها دخيل، تعالى بسرعة. فميلزال جارد قال له هقتل اللي هنا دول واجيلك. فجرجانشوب قال له انا اخلي الجنود اللي اقل مني رتبة في السفينة يضربوا المكان اللي انت فيه بالقذائف. وساعتها ميلزال جارد بيخرج من جسده وحش صغير، والمضرب المعدني بدأ يقتله. وبرضه الوحش الصغير ده كان بيتجدد، بس في مرة المضرب المعدني ضربه ووقع منه كرة زجاجية، ولما كسرها الوحش مات. وبقى فاضل لميلزال جارد 4 وحوش بس. فصاحب المضرب المعدني قال لباقي الابطال خرجوا من ميلزال جارد ده الكور الزجاجية وكسروها وهو هيموت. فبانجو والساموراي الذري والسجين هجموا تاني وقعدوا يكسروا الكرات لحد لما ميلزال جارد بقى في جسمه وحشين بس. وكان في وحش جوه السفينة كان بيجهز عشان يضرب كل الابطال اللي بره، وده باستخدام القذائف. وفعلا ضرب، فبتيجي تاتسوماكي واتحكمت في القذائف اللي ضربها ووقفتها ورجعتها تاني على السفينة. وبانج بيكمل بمساعدة باقي الابطال راح كسر كرة زجاجية كمان من ميلزال جارد، وما بقالوش غير وحش واحد. فضرب بانج وبعده، وبانج قام تاني والساموراي قطع جسد ميلزال جارد. فبانج راح كسر اخر كرة زجاجية وقضى عليه. وفرس القيادة صاحب الدرجة التاسعة قال لجينوس انا همشي دلوقتي، بس انا عاوز اقول لك حاجة قبل ما امشي، خلي بالك عشان الفارس المعدني صاحب الدرجة السادسة هيبقى عدوك وهتفهم كلامي ده بعدين. وكان لسه سايتاما بيدمر في السفينة. فجرجانشوب كلمه وقال له اخرج بقى كفاية. فسايتاما قال له بس انا مش عارف طريق الخروج. فجرجانشوب قال له ادخل يمين وهتخرج. فسايتاما ضحك عليه ودخل شمال ووصل عنده لغرفة التحكم. وساعتها جرجانشوب بيقول له انا بقدر اتحكم في الاشياء من بعيد، وكسر الارض وحدف عليه الفتات بتاعها. فسايتاما صد الضربات بسهولة وحدف عليه طوبة وقتله. وبيشوف وحشين وراح لهم وقال لهم فين الزعيم بتاعكم؟ فبيقولوا له على الطريق، وراح فعلا عند الزعيم وكسر الباب ودخل له. وقام قايل له انت مين؟ فالزعيم قال له انا اسمي ملك العالم برص، وقوتي ملهاش حدود، ولفيت المجرات كلها ما لقيتش حد في قوتي، لحد لما عرافه قالت لي ان الكوكب بتاعكم ده في حد في نفس قوتي، واعتقد ان الحد ده انت، انا جاي هنا عشان اقتلك. فسايتاما ضربه ورجعه لورا، بس برص ما ماتش، وقام وقال له انت كسرت لي الدرع اللي بلبسه عشان اسيطر بيه على قوتي المهوله. وساعتها برص بيتحول واطلق العنان لقوته، وبدا يهجم هجمات كتيره وسريعه على سايتاما. وسايتاما كان بيتراجع لورا عشان يتفاداه لحد لما هجم عليه وقطع ايديه. فبرص وقف وقال له انت قوي فعلا، ورجع تاني يكمل هجوم وبقى اسرع من الاول، وضرب سايتاما ورجعه لورا، وهجماته كانت بتكسر السفينه. وتبادل الضربات هو وسايتاما، وبعد كده بيخرجوا من السفينه وبرص هجم عليه واشعل المكان، وفجاه جه من وراه وضربه، ووقف وقال له انت هتتصاب اصابات كتيره وانا هقدر اجدد جسدي، فاصاباتي مش هيكون لها تاثير. وبرص بيجدد ايديه اللي اتقطعت وبيخرج قوه مدمره من جسده، وبيستخدم تقنيه اسمها الانفجار النيزكي، وقعد يضرب في سايتاما ضربات كتير جدا، وضرباته كانت بتدمر السفينه، وضربه منهم خرجت سايتاما بره الكوكب وودته الفضاء. بس سايتاما قام بعد كل ده وقدر يرجع تاني الكوكب، وضرب برص لكمه، وبعد كده ضربه لكمات متتاليه ومستمره وقطع جسده حرفيا. لكن برص بيجدد جسده تاني، وقام قايل له انا استخدم سلاحي الاخير دلوقتي، وهجم برص تاني وده باستخدام كل قوته. وسايتاما قال له وانا برضه استخدم لكمتي الاخيره، وهاجموا على بعض، وهجومهم عمل انفجار كبير لدرجه ان الكوكب كله كان بيتزلزل من اللي بيحصل. وبعد الهجوم برص وقع مهزوم وقال لسايتاما انت فعلا اقوى مني، السفينه فيها كره طاقه هتتدمر دلوقتي بعد ما اموت. والسفينه هتقع، وفعلا الكره اتدمرت والسفينه بدات تقع، فكل الابطال جريوا. وبعد ما السفينه وقعت اماي ماسك جه وقال لهم المدينه ايه كلها اتدمرت، انتوا كلكم فشلتوا، انا ممكن ابقى في الرتبه اس زيكم، بس انا اخلي نفسي دايما في الدرجه الاولى من الرتبه ايه عشان ما اخليش حد تاني يترقى للرتبه اس، لان اكيد اللي هيترقى هيبقى ضعيف زيكم. وراح اماي بعد كده وقضى على بقيه الوحوش اللي كانوا في السفينه، وقال لجينوس انت خيبت ظني فيك. وشويه وخرج سايتاما من السفينه ومشي مع جينوس، والفرس المعدني بعت القلي
بتاعه بعد كده وخد السفينة عشان يعمل منها أسلحة نارية لنفسه. وبعد الحادثة دي بشهر المنظمة بنوا مبنى جديد ليهم في المدينة ايه تاني، وبدأوا يبنوا كل حاجة في المدينة ايه تاني، وده عشان ترجع زي الأول. وترقى سايتاما بعد كده للدرجة 33 في الرتبة بي. وبعد كام يوم سايتاما وجينوس كانوا ماشيين في المدينة زد، وصادفوا الملك بطل الدرجة السابعة في الرتبة اس. وفجأة بيظهر آلي اسمه جي 4 في المدينة وبدأ يرعب الناس، فكلهم جابوا الملك عشان يتصدوا له. وجينوس بيقول لسايتاما الملك ده مصنف انه اقوى رجل في العالم، خلينا نشوف هيقاتل ازاي. بس الملك بعد ما وقف قدام الآلي هرب وراح حمام وقال انا مش بطل، انا شخص عادي جبان، كنت بقابل وحوش بالصدفة في طريقي وكان بيجي ابطال يقتلوهم، والناس افتكرت ان انا اللي بقتل الوحوش دي، والمنظمة بعتولي شهادة الرتبة اس وخلوني بطل وانا مانيش بطل. وروح الملك بعد كده لبيته. وجينوس بدأ يقاتل الآلي ويهجم عليه، فسايتاما سابه وراح للملك. والملك قال له انت دخلت هنا ازاي؟ فسايتاما قال له انت هربت من الآلي ليه؟ بس هما بيتكلموا بيهجم وحش طار على البيت. فالملك اترعب وسايتاما قضى عليه بالسهولة. وساعتها الملك بيقول الشخص ده هو اللي كان دايما بينقذني وبيقتل الوحوش. وسايتاما قال له انا عارف ان انت مش بطل، ما ينفعش تعيش حياتك كلها بتكذب. وبيمشي سايتاما بعد كده. وجينوس كان لسه بيقاتل الآلي، وبعد ما فجره خرج منه آلي صغير وهجم على جينوس بأشعة ليزر، فجينوس تفاداها ومسكه وربطه. وبعد ما قضى عليه رجع بجزء منه للدكتور كوسينو وقال له انا عاوزك تستخدم الآلي ده وتخليني اقوى. فكوسينو قال له انا هعمل كده، بس ركز انت دلوقتي على شبه الآلي اللي دمر مدينتك زمان واللي انت عاوز تقتله عشان تنتقم. وفي ذلك الوقت شيتشي مسؤول منظمة الابطال جمع في مقر المنظمة مجموعة من المجرمين وكان منهم سونيك، ومحدش كان عارف هو مجمعهم ليه. فسونيك قال له انا عارف انت جمعتنا ليه، في وحوش كتير بتظهر والابطال عددهم قليل ومش مكفيين للتصدي ليهم، عشان كده عاوز مساعدة من مجرمين زينا، وده كمان لان في نبوءة بتقول ان خلال ال6 شهور الجايين في خطر من مستوى ملك هيهدد الارض، انا مش موافق ان انا اتعامل معاكم. ومشي سونيك بعد كده وقال انا لازم الاقي سايتاما عشان انتقم منه بعد كل اللي عمله معايا. وفي ذلك الوقت بطلة الدرجة الاولى في الرتبة بي اللي اسمها فوبوجي كانت بتدور على سايتاما، وكان معاها بطلين الدرجة الثانية والثالثة من الرتبة بي اللي القابهم الكرد والريموش، والاتنين كانوا مساعدينها وبيشتغلوا لحسابها. وسايتاما كان قاعد في الوقت ده بيلعب مع الملك، وكان لسه سيتشي بيحاول يقنع المجرمين انهم يحاربوا الوحوش مع الابطال. بس ظهر في وسطهم واحد اسمه جارو وقام قايل له انا بحب الوحوش وهنضم ليهم وهقتل كل الابطال، انا الخطر بتاع المستوى ملك بتاع النبوءة. وجارو هجم على 3 ابطال واقفين من المستوى ايه وقتلهم بكل سهولة. وبعد كده قتل كل المجرمين الموجودين وقال لشيتس انا هرجع تاني وهكمل قتل البشر وخصوصا الابطال. وتاني يوم الوضع كان هادي، وجينوس قال لسايتاما انت اترقيت للدرجة السابعة في الرتبة بي وانا اترقيت للدرجة 14 في الرتبة اس. بس هما بيتكلموا جه سونيك عشان يقاتل سايتاما، فجينوس خرج يتصدى له. وسايتاما كان قاعد يلعب بلعبة خدها من الملك، فجت فوبوكي هي ومساعدينها وخبطوا عليه. وفوبوكي بتقول له انا اقوى واحدة في الرتبة بي وكله بينضم لي عشان ما اقفش في طريقهم واخليهم يترقوا، انا عاوزك تنضم لي عشان انت قوي واخليك تترقى بسرعة في الرتبة بي. فسايتاما قال لها انت خايفة اخد منك الدرجة الاولى في الرتبة بي، انا برفض الانضمام ليكي. فمساعدين فوبوكي هجموا عليه فضربهم بسهولة. وساعتها فوبوكي بتتحكم في الصخور والهواء واستخدمت تقنية اسمها عاصفة الجحيم وافتكرت انها قضت على سايتاما. بس سايتاما بيجي من وراها وبيقول لها انت بتضم ليك اللي اضعف منك عشان تحافظ على رتبتك. ففوبوكي قفلت عليه الارض وسايتاما خرج منها برضه. وفجأة الاتنين وقفوا قتال لما شافوا جونس بيهجم على سونيك. وفوبوكي استغربت لما سمعت جونس اللي من الرتبة اس بيقول لسايتاما يا معلم. وسونيك جه تاني لجينوس، فجينوس اتحرك بسرعة وجه من وراه وقعد يضرب فيه. وساعتها سونيك بدأ يتحرك بسرعة حوالين جينوس وده عشان يشتت رؤيته، وجينوس كان هيفجر المنطقة كلها. فسايتاما بعده قال لسونيك انت عاوز تقتلني انا، تعالى هجم عليا. فسونيك هجم بتقنية اسمها جنازة ال10 اضعاف وعمل صور ثانوية لنفسه. فسايتاما بيتحرك بسرعة وعمل صور لا نهائية لنفسه وضربه بسهولة ووقعه. وفوبوكي ما كانتش مصدقة قوة سايتاما وقعدت معاه بعد كده هو وجينوس وقالت لهم انا اخت تاتسوماكي وهي اقوى مني وانا مش هقدر اسيب الرتبة بي واترقى للرتبة ايه، لان الرتبة ايه والرتبة اس فيهم ناس اقوياء جدا زي اختي تاتسوماكي، عشان كده بقيت احافظ على الدرجة الاولى في الرتبة بي. وشوية وجه الملك لسايتاما عشان ياخد اللعبة بتاعته، ومحدش كان يعرف ان الملك راجل عادي مش بطل زي سايتاما. وفوبوكي كانت
منبهرة بيه وقالت سايتاما يعرف كل الأقوياء، أنا لازم أبقى معاه. بس هم قاعدين بيجي لهم تشارانكو تلميذ بانجو، وقال لهم بانج ضربني ومش عارف عمل كده ليه. فجينوس قال له في واحد اسمه جارو كان تلميذ بانج، انت اكيد تعرفه. جارو ده بيقتل في الابطال، اعتقد ان بانج ضربك عشان يبعدك دلوقتي لحد لما الابطال يمسكوا جارو. ومشي شارانكو بعد كده من عندهم، بس هو في الطريق شاف جارو واقف، وكان واقف قدام مجموعه ابطال منهم مومن، وكان معاهم كمان بطل من الرتبه اس اسمه الزعيم. والزعيم بدا يهجم على جارو بتقنيه اسمها الزوبعه، واصابه اكتر من مره. فجارو عمل نفسه ماشي ورجع وقال له انا كنت سايبك تصيبني بمزاجي، وهجم عليه بتقنيه اتعلمها من بانج اسمها قبضه المياه، وضرب الزعيم وكسر بيه الحيطه. وبعد كده ضرب كل الابطال اللي معاه بما فيهم مومن وهزمهم كلهم، ونزل عليه تشارانكو فضربه هو كمان ومشي. والصبح بانج بيعدي من نفس المكان، والكلام ده هو واخوه الكبير اللي رتبته ايه ولقبه الفولاذ القاطع، وشاف اللي حصل لتشارانكو وباقي الابطال ونقلهم كلهم للمستشفى. ومن بعدها بدا كله يتكلم عن جارو صائد الابطال. وراح سايتاما يزور مومن في المستشفى، وجاب له موز وقعد ياكله هو، وسال الزعيم عن قوه جارو. فالزعيم قال له جارو ماهر في الفنون القتاليه. فسايتاما قال لتشارانكو انا عاوز اواجه اي حد من الماهرين في الفنون القتاليه، وده عشان لما اواجه جارو بعد كده يبقى عندي خبره. فتشارانكو قال له خد دي تذكره للمشاركه في مسابقه فنون قتاليه، انا كنت ناوي ادخلها بس مش هعرف. وفي نفس الوقت ده جارو كان قاعد جنب طفل ولا معاه دليل الابطال، ومن خلال الدليل عرف مكان كان بطل وعرف كمان تقنياتهم، وقام رايح للكره الذهبيه بطل الرتبه ايه. فالكره الذهبيه لما شافه هجم عليه برصاصه وقام معوره، وهجم تاني واصابه في رجله. بس من بعدها بدا جارو يتفادى كل الرصاص، وكان هيقتل الكره الذهبيه. فجهز الشارب بطل الرتبه ايه وهجم بالسيف بتاعه هجمات متعدده. فجارو مسك سيفه وضربه وهزمه هو والكره الذهبيه، ومشي بعد كده في المدينه ولا وراه سايتاما، والاتنين ما كانوش يعرفوا بعض. وهجم جارو عليه بس سايتاما ما تاثرش، فضربه ووقعه على الارض. وصحي جارو بعد كده ما هواش فاكر اي حاجه من اللي حصلت مع سايتاما. وتاني يوم سايتاما بيتنكر وراح مسابقه الفنون القتاليه بدل تشارانكو، ودخل باسمه وقابل هناك واحد لقبه الوجه العابس، وكان من تلاميذ بانج. فسايتاما خبى وشه لانه كان خايف ان الوجه العابس يعرف انه مش تشارانكو. والوجه العابس قال له المعلم بانج كسب المسابقه دي قبل كده، المشكله ان السنه اللي فاتت جارو اتنكر وخد شكل واحد تاني وكسب المسابقه، عشان كده اللجنه بعد كده منعت اي حد يتنكر وياخد شكل اي حد تاني. وده اللي خلى سايتاما يقلق جدا. وجارو في الوقت ده راح للولد اللي معاه دليل الابطال، وده عشان يعرف مكان ابطال جدد. وما بقاش بس يستهدف الابطال، ده بقى يستهدف كمان مسؤولين المنظمه. فالمنظمه بدات تعين حارس من الرتبه اس لكل مسؤول، وصاحب المضرب المعدني كان بيحرس واحد من المسؤولين هو وابنه، وكانوا قاعدين في المطعم. والمسؤول ده كان اسمه نارينكي، وابنه كان اسمه واجنما. وهم في المطعم طلع عليهم وحشين، واحد منهم اسمه الحريش الاصغر. فالمضرب المعدني ضربهم وقضى عليهم، بس ظهر بعدهم وحش تالت اسمه الحريش الاكبر. فالمضرب المعدني خد نارينجي وواجنما وخرجوا من المطعم. فالحريش بينيمهم بغاز منوم، وقف قدام المضرب المعدني وطلع معاه وحش كمان اسمه رافريشتون، وهاجموا هما الاتنين عليه فتصدى ليهم لوحده. بس الغاز المنوم كان بدا ياثر فيه، والحريش الاكبر قعد يضربه ضربات كتير لحد لما المضرب المعدني ضرب نفسه عشان يفوق، وهاجم بعد كده على الحريش الاكبر وقضى عليه هو ورافريشتون بضربه واحده. فظهر بعدهم وحش من تحت الارض اسمه الحريش الاعظم، وبدا الحريش الاعظم يهجم على المضرب المعدني. وبعده بس المضرب المعدني قام وراح له تاني وهجم على وشه وضربه ضربات كتير فيه، والحريش ما تاثرش ورماه. وصاحب المضرب المعدني بعد ما اترمى لقى جاره قدامه، وجاره هجم عليه وقال له تعالى قتلني. ودخلوا هما الاتنين في قتال مع بعض. والفارس المعدني بطل الدرجه الثالثه في الرتبه اس بعت الآلي بتاعه وهجم على الحريش. بس فجاه بدا وحوش كتير يظهروا في المدن، ومنظمه الابطال ما كانتش عارفه تعمل ايه. وجاره كان بيضرب في صاحب المضرب المعدني وقال له انت مصاب وهتفقد وعيك قريب، وضربه تاني. فالمضرب المعدني بقى اقوى واسرع وهجم عليه. وجاره قال الشخص ده كل ما بيتضرب بيقوى، ونزل جاره حدف عليه غطا بلاعه وراح هجم عليه. فالمضرب المعدني تصدى له وقعد يهجم عليه، واستخدم بعد كده تقنيه اسمها الاعصار الساحق. بس جاره قدر يدخل في الاعصار ويضربه وخلاه ينزف وواعي المضرب المعدني. وجاره قال انا كده خلاص انتصرت. وفجاه لقى المضرب المعدني جاي عليه وهيضربه، فوقف في مكانه ما كانش قادر يتحرك. بس جت اخت المضرب المعدني الصغيره واللي اسمها زينكو ووقفتهم هما الاثنين وبتقول لهم كفايه قتال، في وحوش كتير في المدن. فجاره مشى والمضرب المعدني واقع مغمى عليه. وجاره وهو ماشي جاله وحش اسمه الرجل العنقاء، وقام قايل له احنا من منظمه الوحوش عاوزينك تنضم لينا. فجاره قطع الكارت بتاعهم، والرجل العنقاء مشى وقال له احنا هنتقابل تاني. وبدا الرجل العنقاء يسحب الوحوش وقال لهم احنا حققنا هدفنا خلاص، والنهارده مش اليوم اللي احنا اتفقنا عليه، فهننسحب
دلوقتي وهناخد المسؤول وابنه. وفعلا سحب شوية وحوش واخدوا نارينكي واجنما، وكان لسه في وحوش تانية مستمرة وما انسحبتش من المدن، وكانوا كتير وبدأوا ينتصروا على الأبطال، والمنظمة ما كانتش عارفة تبعت لهم مين لحد لما راحت فوبوكي وكل مجموعتها عشان يساعدوا يتصدوا للوحوش. وسايتاما كان لسه في مسابقة الفنون القتالية، وجينوس جه عشان يتفرج عليه. وأول قتال في المسابقة اتحدد بين ماكس الصاعق بطل الرتبة A وبطلة تانية اسمها رينرين، وماكس هزمها على طول بالضربة القاضية. وبعد كده كان هيواجه واحد اسمه سواريو، وسواريو مع انه ما كانش بطل بس كان قوي جدا، ولما بدأ القتال هزم ماكس الصاعق بضربة واحدة. والقتال اللي بعد كده كان بين سنيك بطل الرتبة A وواحد تاني اسمه بن باتس، وسنيك برضه فاز بسهولة. وجينوس في الوقت ده عارف ان في وحوش في كل المدن، فقام ومشي عشان يروح يتصدى لهم، وفعلا نزل يساعد باقي الابطال وقتل 4 وحوش. بس جه عند الوحش الخامس ولقى على شكل حشرة وبيتحرك بسرعة، وجينوس ما كانش عارف يلحقه عشان يضربه لحد لما خرج غيرة من الآلات بتاعته ووقفوا فيها عشان ما يتحركش، وضربه بعد كده بالنار. وسايتاما ما كانش يعرف اي حاجة من اللي بتحصل بره، وكان واقف مع الوجه العابس، والوجه العابس دخل وانتصر في القتال بتاعه. وجه بعد كده معاد قتال سايتاما، وكان هيواجه واحد من الأقوياء اسمه باكوزان. وبدأ القتال وباكوزان قرب من سايتاما، فسايتاما ضربه ضربة واحدة وخرجه بره الحلبة وكسب القتال، وقام قايل انا بالشكل ده هكسب كل القتالات بسهولة ومش هختبر القتال الفعلي. وبعد قتال سايتاما بدأت الجولة التانية، واول قتال فيها كان بين سنيك وسواريو، وسواريو برضه ضربه ضربة واحدة وكسب القتال بسهولة. وبعد كده سايتاما هزم الوجه العابس ووصل لنصف النهائي، وكان هيواجه في نصف النهائي واحد اسمه تشوزي، وبرضه هزمه بلكمة واحدة ووصل للنهائي، وده عشان يقابل سواريو. والوحوش كانت لسه بتكسر وبتهاجم المدن، ونزل 3 من ابطال الرتبة اس يتصدوا ليها، واللي هم فرس القيادة بطل الدرجة التاسعة، وامبراطور الاطفال بطل الدرجة الخامسة، واكل الخنازير بطل الدرجة العاشرة، وجه بعدهم الوميض بطل الدرجة ال13 وقطع وحش بسيفه، بس الوحش ما ماتش، فجت تاتسوماكي وقضت عليه بسهولة. وكل الوحوش دي اللي كان بيبعتها منظمة اسمها منظمة الوحوش، وزعيمهم اللي اسمه يوروتشي قال احنا لازم نزود الوحوش اللي بتهجم على المدن، وكمان انا عاوز اقضي على الساموراي الذري بطل الرتبة اس. والساموراي الذري في الوقت ده كان قاعد مع مجموعة اسمها مجموعة السيف المقدسة، وقال لهم احنا لازم نقضي على جارو صائد الابطال. فواحد منهم اسمه هاراجيري قال لهم انا مش هعمل كده معكم، انا خلاص انضميت لمنظمة الوحوش، واكلوني خلايا تخليني وحش بشري، وكل ده عشان ابقى اقوى، وانتوا كمان هحولكم لوحوش. وتحول هاراجيري لوحش، لكن الساموراي الذري قضى عليه وخرج قال لهم مساعدينه احنا لازم نقضي على منظمة الوحوش. وجه ميعاد النهائي بين سايتاما وسواريو، وبدأ القتال، وسواريو كان قوي وبدأ يهجم ويضرب سايتاما، وسايتاما كان كل اللي همه ان الباروكة اللي مخليها شبه تشارانكو ما طقعش منه، وكان ماسكها طول القتال لحد لما سواريو وقف واتكلم معاه وقال له الابطال دول كلهم ضعفاء وانا اقوى منهم وما بحبهمش. وهاجم سواريو تاني ووقع الباروكة بتاعت سايتاما، فسايتاما فكر بس ان يهاجم، والتفكير ده من قوته قطع لبس سواريو، بس المنظمين لما عرفوا ان سايتاما متنكر اقصوا من المسابقة وكسبوا سواريو. لكن سواريو بعد ما كسب ما وقفش وقعد يهجم هجمات سريعة وكسر الحلبة، لكن سايتاما ما كانش بيتأثر. ولما سواريو جه يضربه اخر ضربة سايتاما بعد بوركو لدرجة ان بنطلونه وقع، وقعد بعد كده سواريو مستغرب من كوت سايتاما، وبعد كده بيمشي سايتاما، لكن فجأة بيهجم على حلبة القتال وحوش طائرة، وكان معاهم وحش قوي، وقال لكل المقاتلين اللي في مسابقة الفنون القتالية انا اسمي جوجاتسو، كنت بطل زمان واتهزمت من وحش، ومنظمة الوحوش بعد كده خدوني واكلوني خلايا واتحولت لوحش وبقيت قوي، عاوزكم تاكلوا الخلايا دي انتوا كمان وتتحولوا لوحوش زيي. فتشوزي اللي سايتاما هزمه راح وكل واحدة من الخلايا وتحولوا بقى اقوى، وكذا واحد من المقاتلين كلوا الخلايا وتحولوا لوحوش. فسواريو راح هجم عليهم وقضى على معظمهم، ودخل بعد كده في مواجهة مع تشوزي، وتشوزي هجم عليه بقرار عادية، لكن سواريو قدر يصدها وراح كسر قرونه وضربه وقضى عليه، وبعد كده هجم على جوجاتسو، بس جوجاتسو كان قوي وضربه وخلاه ينزف، وسواريو حاول معاه بس معرفش خالص، وجوجاتسو قعد يضرب فيه ورماه بعد كده للوحوش الطائرة اللي كانت جاية معاه، وهم كمان قعدوا يضربوا فيه، وكل المقاتلين كانت هجم عليهم من الوحوش ووقعوا، وسواريو ما كانش معاه حد يساعده لحد لما قام سنيك وماكس الصاعق تاني وقضى على الوحوش الطائرة ووقفوا قدام جوجاتسو وخلى سواريو يهرب، بس برضه ما عرفش يهرب، وده لان باكوزان اللي كان من المقاتلين كل خلايا كتير وتحول لوحش قوي هو كمان، وضرب سواريو وماكس وسنيك. وشويه وجوجاتسو جاله تعليمات من يوروتشي زعيم منظمه الوحوش انه ينسحب، فبينسحب، ويوروتشي قال للمساعد بتاعه اللي اسمه جرجرو احنا حققنا الاهداف بتاعتنا، هجمنا على الكوكب بالوحوش وخطفنا واجنما
سايتاما ابن نارينكي مسؤول منظمة الأبطال، ودلوقتي الوحوش بتوعنا بيحولوا بشريين لوحوش عشان نبقى كتير. وكان لسه باكوزان واقف قدام سواريو، وسواريو كان ضعيف قدامه، وبدأ باكوزان يهجم عليه ويكسر عظمه، وسواريو ما كانش عارف يعمل ايه، فقعد يعيط ويصرخ وقال أرجوكم أي حد يساعدني، لحد لما جه سايتاما وأنقذه. وباكوزان قال لسايتاما أنا هنتقم منك لأنك هزمتني في مسابقة الفنون القتالية. بس سايتاما ما كانش فاكر مين ده، وبدأ باكوزان يهجم وسايتاما ما كانش بيتأثر وقضى عليه بسهولة. وسواريو بعد كده حكى لسايتاما كل حاجة عن منظمة الوحوش، وقام قايل له ما تخرجش من هنا لأن في وحش قوي جدا اسمه جوجيتسو أقوى من باكوزان كان هنا ولسه ماشي، وأكيد لو شافك هيقتلك. وفعلا جوجيتسو بعد ما مشي دخل في قتال مع جينوس ودمر جسده، فسايتاما راح له وقضى عليه بلكمة واحدة ورجع لسواريو، وسواريو كان مبهور بيه وقام قايل له أنا هبقى بطل زيك ولازم كمان أبقى تلميذك. ومشي سايتاما بعد كده عشان يقضي على بقية الوحوش، بس عرف إن منظمة الوحوش سحبت معظم وحوشها، فقعد يقول الملل ده. وفي طريقه بيقابل الملك ومشى معاه، وقام قايل له أنا حاسس بالملل، أنا قوي جدا وبهزم أي حد بسهولة، أنا عاوز أقاتل حد قوي عشان أزداد قوة. فالملك قال له مش لازم توقف الرضا بتاعك على القتال، شوف أي حاجة تانية ترضيك وتضيع الملل اللي عندك. وفي ذلك الوقت جارو صائد الأبطال راح لبطل من الرتبة اس اسمه الرجل كلب الحراسة وهاجم عليه، بس ما قدرش يهزمه واتصاب وهرب. لكن هو ماشي بيقابل سايتاما والملك في طريقه، وما كانش يعرف سايتاما وقرر ان يهجم على الملك، فسايتاما ضربه برجله بسهولة وكسر بيه الحيطة، وقال للملك مين الراجل ده؟ فالملك قال له معرفش. فسايتاما قال له انا نفسي اواجه جارو صائد الابطال، اكيد هيبقى اقوى من كل اللي هزمتهم دول. وشوية وفاق جارو بعد الضربة وافتكر ان الملك هو اللي ضربه. وفي غابة من غابات المدينة زد سونيك كان عمال يحلم انه هزم سايتاما، فطلع عليه اتنين وقالوا له احنا كنا بشر وبقينا وحوش وانضمينا لمنظمة الوحوش، انضم لنا وكل الخلايا دي لو عاوز تبقى اقوى. فسونيك اقتنع وقال انا لازم ابقى اقوى عشان اهزم سايتاما، وطبخ الخلايا وكلها. وفي منظمة الابطال المسؤولين كانوا مجتمعين، ودخل عليهم واحد من الموظفين وتحول لوحش، واللي كان مسيطر عليه جيرو مساعد اوروتشي. وجيرو لانه بيقدر يعمل نسخ مصغرة منه بعت نسخة لمنظمة الابطال وقالت لهم احنا منظمة الوحوش ومقرنة في منطقة مجهورة في المدينة زد، عاوزينكم تجمعوا كل الابطال بتاعكم وتخلوهم يجوا يقتلونا عشان بعد ما نقتلهم هنسيطر على الكوكب. وبعد ما جيرو خلص مشي، وساعتها بيجي بطل الرتبة اس السبيكة الخارقة وضرب الموظف اللي جيرو سيطر عليه. ورجع جيرو بعد كده لزعيم منظمة الوحوش اوروتشي وقام قايل له كل حاجة ماشية حسب الخطة بتاعتنا، بس في حاجة وانا جاي شفت جوجيتسو ميت، وفي حد من الابطال قوي جدا هو اللي قتله، لكن احنا ما نعرفش هو مين. وبدأ خبر ان منظمة الوحوش هجمت على منظمة الابطال ينتشر، ومنظمة الابطال بعتت لكل بطل جهاز علشان لما يحتاجوهم او الابطال يحتاجوا بعض يترسلوا عليه. فسايتاما قال للملك المنظمة ما بعتتش جهاز ليا زي ده بالرغم من اني بطل. ونزل سايتاما بعد كده عشان يرمي الزبالة، وفي طريقه قتل كام وحش كانوا رايحين عشان ينضموا لمنظمة الوحوش. وجاره في الوقت ده كان مستخبي في كوخ ونايم، وجال الواد الصغير اللي معاه دليل الابطال واسمه تارو. وشوية وجه مجموعة من ابطال الرتبة ايه عشان يمسكوا جاره، فبص على دليل الابطال اللي مع تارو عشان يعرف التقنيات بتاعتهم، وخرج بعد كده من الكوخ. ولما هجموا عليه بدأ يتفادى الهجوم بتاعهم وتفادى الرصاص وبعد كده السهام، بس الابطال كانوا 8 وهجموا كلهم مع بعض وكانوا بيصيبوه. فجاره قال في دماغه انا مش هقدر اقتلهم كلهم لوحدي، بس لازم اهزمهم. وجاره كان مصاب بسهمين مسمومين، وهجموا عليه تاني فصد كرة معدنية بتاعت بطل اسمه الرجل السلسلة، وبعد كده حمى نفسه بيها وهجم وبدأ يقضي عليهم لحد لما قدر يهزم منهم 4. وفضل 4 ابطال بس، رشاش الموت ورجل الابتسام وميجاني وزلدغة. فقام رايح ضرب رجل الابتسام وهزمه، وبدأ رشاش الموت يفتح عليه النار، فجاره راح على ميجاني وجرى معاه عشان رشاش الموت يوقف ضرب عليه، وفعلا بيوقف. وبدأ جاره يضرب في ميجامي، وزلدغة راح له فضربه هو كمان وقدر يهزمه. وفضل رشاش الموت واستخدم تقنية اسمها وابل الموت، بس برضه جاره صدها وقرب منه وضربه وهزمه. وطارو ساعتها بيخاف وخرج من الكوخ وهرب. وجاره قال اخيرا خلصت، بس فجأة جينوس جه وقال له ميجاني تراسل معايا من خلال جهاز منظمة الابطال عشان كده انا جيت. ودخل جينوس في مواجهة سريعة مع جارو وكان بيحاول يسيبه بالنار، وجارو كان بيتفادى وبيهجم بقبضة المياه. وسايتاما في الوقت ده كان بيلعب مع الملك، والملك كان بيخسره وسأله هو فين جينوس. فسايتاما قال له معرفش انا هنزل اشوف هو فين. وبدأ جارو يتحرك في المكان بطريقة الرجل كلب الحراسة وراح قطع ايد جينوس، فجينوس اتحكم في ايده وخلاه تمسك جارو. وجارو اتضايق ونزل وشعره وعينه اتحولوا للون الاحمر. وجت وحوش من منظمة الوحوش تساعده عشان يرضى ينضم لهم، بس ساعتها بيجي
بانجو ونزل عليه وضربه، وكان معاه اخوه الفولاذ القاطع، وبانجو راح واقف قدام جارو وقام قال لجينوس ابعد انت، وجارو افتكر زمان ايام ما كان تلميذ بانج، وبدا بعد كده يهجم عليه، والاتنين بدا يستخدموا تقنيه قبضه المياه، بس بانج كان اقوى واكثر خبره من جارو وضربه وبعده وراح له وقعد يضرب فيه ضربات كتيره، فجارو قام وكان رايح لرشاش الموت عشان ياخده ويتحمى فيه، فالفولاذ القاطع ضربه بعد ما قضى على كل الوحوش، وكمل بانج ضرب في جارو، وجارو وهو بينضرب افتكر زمان لما كان منطوي وبيلعب مع اصحابه، واصحابه كان بيخليه يقوم بدور الوحش مش بدور البطل، وكانوا بيضربوه بيحسسوه انه ضعيف، ورجع جارو للحاضر وقال انا مش هخسر، وكسر الارض، وشويه وبيجي الوحش اللي اسمه الرجل العنقاء، وهجم وخد جارو وطار بيه عشان يهرب من بانج، فجينوس هجم عليهم بمدفع، بس الحريش الاعظم خرج من تحت الارض وصد الهجوم بتاعه، والارض كلها كانت بتتكسر، فبانج وجينوس والفولاذ القاطع راحوا خدوا ابطال الرتبه ايه، والرجل العنقاء قال لجارو ما تخافش الحريش الاعظم قوي جدا وما فيش غير 3 بس يقدروا يهزموه، تاتسوماكي او الفارس المعدني او بطل اسمه بلاست ده هزم الحريش الاعظم زمان وهجم الحريش، فجينوس هجم هو كمان، وبانجو والفولاذ القاطع هجموا بقبضه مزدوجه وقعدوا يضربوا في الحريش، والضربات اثرت فيه وانفجر الجدار اللي كان بيحيط جسده وبقى هيكل عظمي، بس قدر يجدد نفسه تاني ورجع زي الاول، وبانج قال احنا كده مش هنقدر نهزمه، فجينوس طار وبدا يهجم تاني ومشي على جسد الحريش وضربه بالمدفع الحارق، وراح هجم على وشه وقعد يضرب فيه، فالحريش قطع رجله وبعد كده قسمه النصين، بس جينوس قدر يجمع جسده وهجم بتقنيه اسمها السهم المندفع ودخل في فم الحريش واستخدم المدفع الحارق وحرق جسم الحريش من جوه، وبعد كده خرج جواه على الارض، وبرضه الحريش ما تاثرش وبدا يهجم تاني، فبانجو والفولاذ القاطع خدوا جينوس والابطال وهربوا، وجينوس كان متضايق انه خسر، وشويه وصل الملك وسايتاما، والملك مسك ميكروفون وبدا يستفز الحريش، فالحريش هجم عليه، فسايتاما ضربه لكمه واحده وقضى عليه، وجينوس قال لسايتاما تفتكر ايه اللي ناقصني، فسايتاما قال له اعتقد القوه، وكده يا اصدقائي يبقى خلص الموسم الاول والثاني من انمي وان بانش مان، فاضل بس الموسم الثالث اللي هنعمله على بيت الاوتاكو قريب، وده لان حرفيا الحلقات فيه مولعه نار، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتشاركوا الفيديو ده مع كل اصدقائكم.